السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا في فيديو النهاردة معانا مختلف تماما عن بقية الفيديوهات. النهاردة يا حبايب قلبي هقول لكم على طريقة المشتريات بتاعتنا اللي بنشتريها مثلا مرة كده في الاسبوع. يعني يا حبيبة قلبي انت وظروفك، يعني حابة تشتري طلباتك مرة في الاسبوع مفيش مشكلة، بتشتريها مرة كل أسبوعين انت وظروفك. يعني في ناس أماكنها بعيدة عن السوق مثلا بتنزل مثلا تشتري حاجتها كل 15 يوم. ناس بتنزل تشتري حاجتها كل أسبوع، مش كله زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. اهو البصل معانا هنا كده زي ما انتوا شايفين ب25 جنيه الكيلو. البصل التفاح ده يا حبايب قلبي احنا مش بنشتري بصل، احنا بنشتري تفاح. اهو يا حبايب قلبي. ومعانا الخضرة هنا زي ما انتوا شايفين كده التلاتة ب5. حتى الخضرة بقت عزيزة خالص وبقت بتدلع علينا. ومعانا برضو الجرجير التلاتة ب5. الخضروات دي كمان اللي كانت بنص جنيه بقت بتدلع علينا خالص وبقت التلاتة ب5. ومعانا هنا يا حبايب قلبي الكوسة صوابع زينب الجميلة دي اللي انتوا شايفينها ديت، الكيلو بقى منها ب10 جنيه. النص كيلو ده ب5. ومعايا هنا زي ما انتوا شايفين نص كيلو ليمون اهو ب5 جنيه، بيقعد معايا اسبوع 15 يوم. ولا البتنجان ده اللي مقدرش اقول لكم على جماله ده طبعا. بتنقي البتنجانة الصغيرة ديت بتبقى معاكي في المحشي جميلة جدا جدا. انا لما قدرت كده قدرت انقي فنقيت الصغيرة اللي موجودة عند البياع. زي ما انتوا شايفين كده بتنقي بتنجانية حلوة كده وصغيرة علشان خاطر لما تعمليها تتاكل على طول على قطمتين ولا حاجة. اهو يا حبايب قلبي البتنجان شكله جميل اهو، يفتح النفس والله جميل اوي، هعمله برضو. ماشي يا حبايب قلبي. معانا هنا زي ما انتوا شايفين كده اهو الخضار بتاعنا طازة وفريش ويستاهل بقكوا اهو. انزلي السوق كده هاتي الحاجة طازة وفريش، ما تجيبيش الحاجة الدبلانة، هاتي الحاجة الطازة الفريش كده اللي تقعد معاكي اسبوع او تقعد معاكي يومين تلاتة. اهو يا حبايب قلبي الفلفل معانا اهو جميل خالص اهو زي ما انت شايفاه فريش وطازة اهو. الكيلو ده ب10 جنيه. الفلفل برضو سعره مهوت شوية. والبطاطا هنا الكيلو ونص ب10 زي ما انتوا شايفينها كده، بحب اجيبها الوسط دي، ما بحبش اجيب اللي هي الرفيعة قوي ولا المليانة قوي. اهو زي ما انتوا شايفينها كده احبها وسط، دي بتطلع زي الزبدة وبتطلع مسكرة وجميل. انا عملت لكم البطاطا قبل كده ووريتكم طريقة عمل البطاطا، وشوفيها معايا على القناة عندك. اللي حابة تشوف طريقة البطاطا يا حبايب قلبي ادخلي عندك على القناة، هتلاقيها عندك على القناة، هتلاقي الفيديو بتاع البطاطا مع الكيكة، هتلاقيني عاملاها لكم قبل كده. وهنا يا حبايب قلبي دي فرخة ولحمة مفرومة وبانيه ولحمة. كل ما بنزل السوق بشتري حاجة، يعني مثلا ده كان في الفريزر عندي فطلعته لكم عشان اعرفكم تمشي نفسك ازاي. يعني نازلة تشتري بانيه بتجيبي نص كيلو وتجيبي نص قصاده وتحطيه في الفريزر. نازلة تشتري لحمة مفرومة هتجيبي ربع كيلو بتجيبي ربع كيلو قصاده وتحطيه في الفريزر. هتشتري فرخة لا اشتري 2 وخلي واحدة عندك وشيلي واحدة كده. يعني كل ما تنزلي تشتري حاجة، يعني انا جبت كيلو ونص لحمة عملت كيلو الا ربع وخليت كيلو الا ربع كده زي ما انتوا شايفين في الفريزر. ومعايا هنا يا حبايب قلب البتنجان الجميل دوت الكيلو ب10 جنيه. ومعايا البطاطس ال2 كيلو ب35. ومعانا الطماطم اهي زي ما انتوا شايفينها الكيلو ب15 جنيه وفي منها ب10 مستوية. وزي ما انتوا شايفين الخيار برضو ب15 وفي منه ب10. مش كل حاجة يا جماعة، كل بياع غير التاني وكل نقاوة الحاجة غير التانية. يعني في الصبحة وفي اللي قبلها بيوم، يعني كل حاجة غير التانية. بس البطاطس اللي انتوا شايفينها ديت الكبيرة منها الاتنين ب35، والصغيرة يا حبايب قلبي الاتنين ب25. بتنجان معانا ب10 اهو زي ما انتوا شايفينه ده صابح وفريش اهو. ودي الطلبات اللي بقول لكم بجيبها كل ما بنزل السوق اجيب حاجه، فبقى بخزن الحاجه بالطريقه دي. يعني ما بنزلش اجيب ببضع مره واحده لان الحاجه غاليه جدا، فما ببضعش الحاجه مره واحده كده. فدي كانت في الفريزر فانا طلعتها عشان اعرفك لو حابه تعملي ميزانيه يعني مظبوطه معاكي. بتشتري مثلا حاجه يعني بتخلي حاجه معاكي منها في الفريزر. حبيتي يوم ما تنزليش، حبيتي يوم مثلا صرفتي زي كده على الخضار او حاجه يا حبيبه قلبي ما تصرفيش على اللحوم. يعني اللحوم ديت بجيبها مثلا في يوم يكون عندي فيه خضار، بنزل تاني يوم هجيب مثلا كيلو لحمه او كيلو ونص لحمه، اعمل كيلو الا ربع باقي كيلو الا ربع. هنزل تاني يوم الخضار زي كده جبت النهارده خضار، هنزل بكرة اشتري مثلا فرختين اعمل واحدة جنب المحشي واشيل واحدة في الفريزر. هجيب بانيه اجيب كيلو نص ونص، اعمل نص كيلو واحط نص كيلو في الفريزر.
زي ما انتوا شايفين كده. هجيب لحمة مفرومة، هجيب نص كيلو، هعمل ربع وبقي ربع. هي الصينية المكرونة او الرقاق بياخد معانا ربع كيلو لحمة مفرومة مع البصل مع الحاجات اللي انت بتحطيها. اهو يا حبايب قلبي الخضار فريش، اللهم بارك، حاجة زي العسل. بس غالية طبعا، الاسعار بقت غالية ومولعة. زي ما انتوا شايفين كده الطلبات دي يا جماعة تقعد معايا اسبوع 15 يوم، يعني مش هنزل السوق كل يوم علشان خاطر زي ما قلت لكم الحاجة غالية. وفي نفس الوقت يا حبايب قلبي اللي تجيب حاجة تحاول على قد ما تقدر تمشي ميزانيتها كده وتدبر امورها كده وتمشي على قد ظروفها وظروف الفلوس اللي معاها او المرتب بتاع جوزها او زي ما يكون. يعني تحاولي تدبري امورك وبلاش التبذير يا جماعة. اهم حاجة بلاش نبذر في الحاجة كده ونرميها ونفتري، لان الحاجة دي كلها نتحاسب عليها. على قد ما نقدر كده ما نرميش حاجة من الاكل، نحاول ان احنا نعمل كميات الاكل على قد ما احنا هناكل. عدد الافراد الاسرة مثلا، يعني تشوفي عدد افراد اسرتك مثلا ايه، في الرز نعمل حاجة مظبوطة. يعني ما نبقيش طبقين 3 يترموا ولا نبقي طبق يترمي، حرام وخسارة في الزمن دوت يا جماعة. والله كل حاجة غالية جدا، وربنا يوسع علينا وعليكم يا رب العالمين يا رب، ويزيدنا ويزيدكم يا رب. اهم حاجة يا جماعة ذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني طول ما انت واقفة في المطبخ تستغفري، طول ما انت قاعدة تستغفري. اهم حاجة يا جماعة الاستغفار، الا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، انا حبيت اعمل معاكم ميزانية كده للخضروات. يعني تنزلي في يوم تشتري الخضار، تنزلي في يوم تاني تجيبي مثلا لحمة فراخ، تجيبي حاجة وتشيلي حاجة زي ما قلتلك كده. كده تظبطي ميزانيتك شوية، بدل ما احنا الميزانية معانا بتقع لما بننزل نشتري الخضار مع اللحوم. لا، خلي اعملي ميزانية كده، يوم لدوت ويوم لدوت، اسبوع لدوت واسبوع لدوت، حسب ميزانيتك او حسب مصروفك اليومي اللي انتي بتاخديه. ومعايا هنا يا حبايب قلبي البطاطس، لازم تجيبيها تكون كبيرة وحلوة كده عشان القشر بتاعها، عشان ما تهدريش معاكي في القشر. ومعانا هنا البتنجان دوت يا حبايب قلبي، ده جميل كده. لازم تنقي البتنجان، ما يكونش البتنجان المبذر اللي بيبقى فيه مرارة كده. البتنجان دوت بتعرفيه من شكله من خفيته. البتنجانية معاكي لازم تكون خفيفة، لو البتنجانة تقيلة بتبقى مبذرة من جوه ومش حلوة. اهو يا حبايب قلبي كده انا عملت معاكم الفيديو كامل عن مشتريات الخضروات بتاعت الاسبوع كله. ما ننساش نتصدق يا جماعة لما تكوني جايبة طلبات بيتك. اهم حاجة تتصدقي وانت جاية من السوق كده، خلي ربنا يبارك ويزيد في رزقكم يا رب كده. اهم حاجة ما ننساش الناس الغلابة معانا، الايتام يا جماعة والمساكين. ما ننساش اليتامى والمساكين يا جماعة، الحسنة بعشر امثالها يا حبايب قلبي. ما تنسوش الموضوع دوت. والصدقة اهم حاجة، الصدقة ديت بتزيل الهم والكرب وبتمنع النقم. اللقم دايما بتمنع النقم كده يا حبايب قلبي. المشتريات اللي انا جايباها معاكم النهاردة دي احتياجاتنا احنا الخاصة. انتوا بقى حابين بقى بتجيبي احتياجاتك انتي وميزانيتك انتي. بس انا حبيت اعرفكم الاسعار بتاعت الحاجة اللي انا اشتريتها معاكم النهاردة. ولو حابين الفيديو دوت نعمل معاكم كل المشتريات، يعني كل ما انزل مرة اكتبولي في الكومنتات، كل ما انزل مرة اعمل معاكم فيديو للمشتريات كده، ونبقى مع بعض كده تعرفي اسعار الحاجة. حتى لو ما نزلتيش السوق وحد بيجيب لك الحاجة تبقي عارفة الاسعار اللي موجودة معاكي في السوق. لو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي اكتبولي في الكومنتات رأيكم ايه في الفيديو اللي انا عامله لكم النهاردة، ولو حابين اعمله لكم على طول اكتبولي في الكومنتات. وبكده يا حبايب قلبي يكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وانتظروني حبايب قلبي في فيديو جديد معاكم بإذن الله. نعمل فيه برضو طلبات برضو للبيت، يعني نجيب حاجات بسيطة كده للبيت زي الأدوات المنزلية الصغيرة كده، هجيبها معاكم وأعمل لكم بيها برضو فيديو. يعني في نواقص كده دايما احنا بنحتاجها في البيت، فأنا هجيبها معاكم وهعملها معاكم فيديو عشان تعرفي برضو أسعار الحاجة الموجودة. وانا هعمل لكم الفيديو دوت باذن الله، وانتظروني يا حبايب قلبي فيديو جديد معاكم باذن الله. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. ما تنسوش يا حبايب قلبي تدخلوا على القناة وتشوفوا سلسلة المعجنات معانا، هتلاقينا عاملين فيها الفين والبريك والكايزر، وعاملين القرص اللي بعجوة، وعاملين فيها سلسلة معجنات جميلة هتعجبكم، تنفع سندوتشات للأطفال وتنفع معاكي في الخروجات والعزومات.
حاجة تشرفك بإذن الله. ادخلوا معايا حبايب قلبي على القناة وشوفوا الفيديوهات بتاعتنا وإن شاء الله تعجبكم. واكتبوا لي في الكومنتات لو حابين وصفة معينة أو طريقة معينة في الوصفات بتاعتكم، اكتبوها لنا واحنا نعمل لكم بإذن الله كل الوصفات اللي تحبوها. ومعايا حبايب قلبي كده الفيديو بتاعنا انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.